نروح لكرة السلة سيدات. كان عندنا دور ال 16 في دوري السوبر، كان مع نادي الطيران، كان عندنا بيست اوف 3. فزنا بالمباراة الأولى وقلنا ونوهنا عن ده، وزعنا المباراة الأولى وكانت على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة أو فرع الجزيرة، أو لا المقر الرئيسي في الجزيرة مش فرع، ده المقر الرئيسي. والمباراة الثانية برضو اتلعبت على صالة الشهداء بموافقه الناديين، النادي الاهلي ونادي الطيران. كانت طبعا المباراه الثانيه كانت لازم تتلعب في نادي الطيران، ولكن نادي الطيران طبعا مكانه وبيته اي وقت، ففضل المباراه الثانيه تتلعب في النادي الاهلي. ولعبنا واستطعنا عن الفوز مره ثانيه 86 17 في المباراه الاولى، فزنا 97 27، وكده تاكد وصول النادي الاهلي للثمانيه الكبار عشان نلعب دوري السوبر. ونادي الطيران هيلعب على ترتيب المراكز وصولا بالهبوط في الثمانيه اللي تحت. شكل المسابقه طبعا هيتغير، مباراه اتذاعت على قناه النادي الاهلي. طبعا شكل المسابقه غالبا هيتغير السنه الجايه، هنشوف يعني لجنه المسابقات برئاسه الكابتن احمد كامل الحكم الدولي السابق هتعمل ايه الموسم القادم في المسابقات. طبعا مهم جدا الماتشات اللي جايه الترتيب من الاول للثامن، ولكن هنروح برضو للنهائي الاهلي وسبورتنج كالعاده في كل البطولات. نتمنى التركيز ان شاء الله لهذا الفريق، وان هو يقدر بقى ناخد دوري السوبر ان شاء الله، ونصالح الجماهير عن دوري المرتبط. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الملعب، صورت التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبات. نتفرج على التقرير مع بعض ونرجع لبعض تاني. اول حاجه نخلي بالنا على نفسنا، الماتشات دي يعني بتبقى دايما فيها احتكاك اجمد شويه، بس هنخلي بالنا على نفسنا، واللي هو كلنا نلعب جامد مهما حصل، مهما السكور فرق برضو احنا بنلعب علشان نفسنا في الاول وفي الاخر، واللي هو برضو نستعد للماتشات اللي جايه ان شاء الله. الحمد لله ان احنا بنطبق يعني اكنه تمرين لينا، ان احنا بنطبق الخطط والحاجات اللي الكابتن طارق بيقول عليها، بس فالحمد لله ان احنا بنطبقها بشكل حلو الحمد لله. عندنا ان شاء الله مع مصر للتأمين في الكاس، طبعا المباراه هتبقى اصعب من دي والكاس، هنتمرن بكره ان شاء الله، وهنبدا بقى اللي هو نركز ان احنا برضو نحاول ان احنا نكسب فرق سكور كبير، علشان هو في ماتشات الفاينل ان شاء الله ندخل بثقه ان احنا نكسب كل الماتشات وان شاء الله، ونرجع يعني نحصد على كل البطولات ونكسب كل الماتشات بدون خسائر ان شاء الله. طبعا هو اداء كلنا كنا كويسين جدا في الماتش، وعملنا اللي علينا، وكنا عاملين تارجت ان هم يجيبوا سكور معين وبس، يعني الحمد لله ما وصلش ليه. كنا بنتمرن الحمد لله وبنعمل اللي علينا عشان ربنا يكرمنا وناخد البطوله. طبعا كل بيشجعنا وكل واحد يعمل اللي علينا، وحتى لو حد غلط بيشجعه وبيديله فرصه وكل حاجه. ان شاء الله الماتش اللي جاي ماتش التأمين، هنبدا نشوف من بكره ان شاء الله عندنا تمرين، هنبدا نركز الفتره الجايه على الماتشات اللي جايه. والله هو ماتش احنا كنا الكوتش كان مكلمهم ان احنا لازم احنا نطلع استفاده يعني من الماتش. طبعا فرقه الطيران يعني فرقه محترمه، بس ده طبيعي الامكانيات لعيبه يعني، فاحنا كنا بنتكلم معاهم كده ان اللي يدخل يعني ينزل الملعب يعمل اقصى مجهود عنده، يحاول يستفيد بالجري بالنفس بالشوتينج بكل الكلام ده، والحمد لله هم ادوا كويس يعني. طبعا هو ده الطبيعي طول عمرنا يعني، من حتى وانا صغيره كنا لازم نتصعد واحنا صغيرين، فلازم نبدا نبني للسنه اللي بعدها. كابتن طارق عنده اصلا الموضوع ده جدا، وهو بيفكر في اخر السنه يعني بيبقى من ضمن الحاجات المكاسب بتاعته انا طلعت كام لعيبه ناشئه يعني، وهم اصلا ما شاء الله كويسين. ففي التمرين معانا يعني مش ما تحسيش ان في فرق كبير. السيستم ممكن يبقى مختلف شويه عن فرقه ال 18، بس هم بيجمعوا بسرعه يعني، وهتفرق اكيد معاهم يعني. احنا عندنا ان شاء الله يوم الجمعه ماتش كاس مع مصر للتأمين. طبعا ماتشات الكاس ما فيهاش حسابات خالص، فهيبقى ماتش طبعا لازم نبقى مركزين فيه من اول يعني، يا دوبك بكره ريكفري وشوتنج لسه كنا بنتكلم اهو. ومن يوم الاثنين ان شاء الله او الثلاث هنبدا بقى نركز في ماتش مصر التأمين ده، لانه يعني زي ما قلت لك ماتشات الكاس بتبقى لازم نروح فول باور، فهيبقى ماتش يوم الجمعه ان شاء الله يوم 5. الحمد لله البنات كانوا موفقين فيها ومستعدين جدا، حتى في التمارين وكده بنستعد عشان عندنا ان شاء الله يوم الخميس ماتش مهم في كاس مصر مع مصر للتأمين. كاس مصر برضو ماتشات كلها مهمه،
وبنات مركزين ومستعدين كويس جدا. الحمد لله الاداء كويس جدا، وكابتن طارق بيوافق يعني المجهود ماشيه واحده واحده مع البنات، ومستعد بالبنات الصغيرين لعيبه كويسين جدا من 18 سنه ومن 20 سنه، وبنحاول يعني في الماتشات دي نديهم فرصه كبيره ان يثبتوا وجودهم، وان شاء الله خير. لا المستوى كويس الحمد لله. لا هو كابتن خيري عينه عليهم على طول الوقت، بيحضر لهم تمارين وواثق فيهم جدا، وهم بنات مستقبل ليهم كويس جدا، ومن حتى في ماتشات المرتبط كانوا مميزين، فلازم كابتن طارق كان بيديهم الفرصه دي عشان يعمل جيل كويس تاني يعني ان شاء الله.